انا في فتره من حياتي كنت بشتغل اوبر، كنت لسه في الدراسه وبشتغل اوبر عشان اعمل فلوس. وكنت بشتغل في الويك اند بالليل عشان بالليل بيبقى فيه فلوس كتير في الويك اند. وكنت باخد الناس بعد ما يطلعوا من البارات والكلام ده، وركبت معايا بنت مش لابسه هدوم. ابسط ما يقال يعني انها مش لابسه هدوم، لابسه ولا حاجه، يعني كميه القماش اللي على جسمها اقل من القماش اللي في شنطتها. فاهم حاجه؟ بس وده اللي حصل. يعني ركبت وقعدت في الفان ورا، كان معايا فان كبيره دوج كارافان. نامت ورا ووقعت في الارض وفضلت نايمه. رحلتها كانت ساعه وشويه، انا كنت باخد رحلات طويله بس في الاوقات بتاعت بالليل دي رحلتها ساعه وشويه. فقلت هوصلها ولما اوصل هصحيها، انا مش فارق معايا، كده كده مرميه، انا مش فارق معايا حاجه. فضلت في الارض. وصلنا المكان فانا عايز اصحيها، انادي عليها ما بتردش عليا، انادي عليها ما بتردش عليا، اسمها عندي على الابلكيشن، عمال انادي 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 ما بتردش عليا. فخطر في بالي اعمل ايه، اكلمها على تليفونها اكيد هيفوقها، لان انا مش عايز المسها. لان انا لو لمستها ممكن تفتكر ان انا بتحرش بيها او بعمل حاجه، وانا مش عايز يبقى عندي مشاكل يعني. وكنت لسه جديد يعني في امريكا وفاهم، وخايف يحصل لي مشاكل وكده، ومش عايز احط نفسي في مشكله. مهم ارن عليها ما بتصحاش، ارن عليها ما بتصحاش، انادي ما بتصحاش، نزلت فتحت الباب وقفلت التكييف عشان تصحى من الحر، مش عايزه تصحى. ما عنديش حل تاني غير ان انا اصحيها. مسكت ورقه وقعدت اخبط لها على رجلها بالورقه، مش عايزه تصحى. وما كانش عندي داش كام، بعد الحوار ده ركبت داش كام، ما كانش عندي داش كام. فلو عملت لها اي حاجه عشان اصحيها ممكن تقول غير كده وانا البس في حيط. مسكت كيس المناديل بتاعي، بقيت اطلع كوبش مناديل، عندي كيس مناديل كبير كده، كوبش مناديل مثلا 5 6 7، وابلهم واحدفهم في وشها. فضلت اعمل كده مثلا 5 6 مرات. البنت صحت لقيت وشها كله مناديل مبلوله. وقعدت تقول لي احلف ان دي ميه. كانت فاكره ان انا عملت بيبي في المناديل وحدفتهم عليها. كان يوم اخبر. وقالت لي هكلم لك الشرطه. قلت لها يا بنتي انا بقى لي ربع ساعه احاول اصحي فيكي، امشي دول غير داهيه، امشي كده ولا ما كار. كان يوم اخبر، قفلت الابلكيشن وروحت قلت مش شغال خلاص، مش شغال. اليوم قفل بالنسبه لي.